هاي السلام عليكم، شخباركم؟ شنو كتعاودوا؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واللي غادي نهضروا فيه على قضيه الدكتوره ساره العبوده العراقيه. يلا معايا نبدا. الصوره اللي كتبان على الشاشه دابا هي صوره الدكتوره ساره العبوده، اولا بالاحرى كانت غادا تكون دكتوره، ولكن الاقدار الالهيه شاءت انه يكون العكس. هذه القضية كانت وما زالت وحدة من قضايا الرأي العام في العراق الشقيق، واللي جمعت ما بين الجريمة السياسية والفساد والحب، وكذلك ظهرت فيها كمية إشاعات اللي كانت صعيبة وكثيرة بزاف. فأجيو معايا دابا نشوفوا منين دكتور جامعي يقرر يرتكب جريمة في حق شي واحد. في نظركم شنو غادي يدير وكيفاش غادي يتصرف؟ فجريمة اليوم نقدروا نسميوها جريمة على الحدود. يلا بينا دابا نشوفوا شنو اللي وقع ونعرفوا القصة كاملة. 2024 وبمدينة البصرة في دولة العراق الشقيقة وقعت هذه الجريمة البشعة. اجيو معايا نرجعوا شوية بالزمن للور باش نقدروا نتعرفوا على شكون هي سارة العبودة وعلاش قضيتها تحولات لقضية رأي عام. فسارة العبودة بنت عائلة كبيرة في مدينة البصرة. سارة كانت بنت مربية مزيان وكانت معروفة بأخلاقها العالية، وعائلتها كانت من العائلات المحترمة وعندهم سمعة مزيانة وكبيرة بزاف. سارة منين وهي صغيرة كانت دائما كتحلم تخدم في مجال التدريس وتولي دكتورة جامعية. المهم ومن بعد ما كملات قرايتها دخلات كلية التربية في جامعة البصرة. علاقة سارة بالطلبة والزملاء ديالها كانت مزيانة بزاف، ومن أول يوم لها في الجامعة قررت أنها تولي أستاذة جامعية في نفس الكلية اللي هي كتقرا فيها. بعد السنة الأولى سارة نجحات بامتياز، الشيء اللي زاد حفزها وبين ليها أنها خدات المسار اللي غادي يوصلها باش تحقق الحلم ديالها. وحتى الاساتذه ديالها كانوا ملاحظين التميز والمثابره ديال ساره، وكانوا متاكدين انها الا كملت دراستها بهذه الطريقه غادي تولي دكتوره بنفس الجامعه وتحقق حلمها. ومن ضمن هاد الاساتذه كان الدكتور اللي سميتو درغام عبد السالم، اللي كان معروف عليه انه صعيب بزاف في التعامل، وطريقته مع اغلب الطلبه كانت خايبه بزاف. وحتى مع الزملاء ديالو كان معروف بالتكبر، داكشي علاش كانوا كيتحاشاوه باش ما يخلقش ليهم حتى شي مشكل. ورغم انه الدكتور درغام كيف ما قلت كان التعامل ديالو مع الطلبه خايب، الا انه كان كيتعامل مع ساره العبوده مزيان، لانه كان معجب بها وكان كيساعدها في نطاق الدراسه. ولكن ساره ما كانتش عارفه انه معجب بها، كان كيسحب ليها انه عادي استاذ وكيساعد الطالبه ديالو اللي كانت متفوقه ومتميزه، خصوصا انه كان دكتور معروف وقديم في الجامعه. من بعد ما دازت الايام الدكتور درغام قرر يفتحها في واحد الموضوع ويقول لها انها كتعجبه وكيبغيها، ولكن وبسبب انه مزوج وعنده الاولاد وكذلك بسبب وضعه السياسي ما كانش يقدر يتزوج بها علنا. فطلب منها انهم يتزوجوا، الى يتزوجوا يعني الزواج يكون في السر. ساره هنا تصدمات بزاف من هذا الشيء اللي صارح به الدكتور درغام، اللي هو الدكتور ديالها في الجامعه واللي كبر منها ب25 عام. ساره كانت ذكيه بزاف في الطريقه ديال الرفض ديالها ليه، وجاوباتو انها ما كتفكرش دابا في الزواج وانها مركزه على دراستها وباغيه تحقق الحلم ديالها. هنا درغام خلاها على خاطرها وقال لها المهم ها هو العرض ديال الزواج باقي قائم، وسيري وفكري فيه مزيان. غادي يدوز واحد المده ودوز الايام وغادي يرجع يجبد معاها نفس الموضوع تاني، ولكن ساره بقات على نفس الراي ورفضات تاني. ومن بعد اعوام ساره كملات دراستها وتخرجات من كليه التربيه، وهنا الحلم ديالها
بدا كيتحقق الحمد لله. ولكن في نفس الوقت الدكتور درغام باقي تابعها وباقي معجب بها. الدكتور درغام كان عنده عادي جدا انه يأذي الطلبه او الاساتذه اللي في الجامعه معاه، ولكن حيت كانت كيبغي ساره بزاف فما كانش باغي يأذيها نهائيا، وكان كيسحب ليه سبب الرفض ديالها هو فعلا طموحها وانها باغيه تكمل دراستها. الدكتور درغام ما كان حتى واحد يقدر يقول ليه لا او لا يرفض ليه شي طلب، وهذا الشيء بسبب النفوذ ديالو والتواجد السياسي ديالو اللي ما كانش طبيعي، واللي كان راجع سببه ان اختو هي مرات محافظ البصره، واللي كانت حتى هي عندها نفوذ وتواجد سياسي غير طبيعي، لدرجه انها كانت كتحضر جميع المناسبات بحال راه هي المحافظ بالضبط. المهم ومن بعد ما ساره كملات دراستها وتخرجات قررت تسافر لايران باش تزيد تقرا في الجامعه تما وتاخذ واحد الدرجه عاليه اللي غادي تخول ليها تولي استاذه جامعيه. وفعلا رجعت لكليه التربيه اللي درست فيها في البصره وتعينات فيها استاذه مساعده، وهنا الحلم ديال ساره بدا كيتحقق اخيرا. وفي نفس الوقت عائلتها كامله كانت فخوره بها بزاف. فمن ضمن الأقسام اللي كانت سارة مسؤولة عليها في الجامعة كان هو قسم الأرشيف. هنا سارة قررت تعاود تنظيم هذا القسم بطريقة علمية وحديثة نوعا ما. هاد الشي كامل كيوقع ودرغام مازال مصر على الطلب ديالو ومازال معجب بها، ولما رجع تاني فتح معها الموضوع رفضات بطريقة مهذبة وذكية. المهم فاش كانت ساره كتعاود ترتيب الارشيف طاحوا في يديها اوراق وملفات مهمه بزاف اللي كان فيها كميه فساد مالي واداري، فساد كبير بزاف، وكان متورط فيه عدد كبير من الشخصيات ومن بينهم الدكتور درغام. وحيت ساره كانت عارفه انه خو مرات محافظ البصره قررت تصرف بهدوء وخدات نسخ من الملفات وحطاتهم في اللابتوب ديالها وكذلك في الهاتف المحمول. ومنين جلسات وتشاورات مع الناس اللي قراب ليها وعاودات لهم شنو اللي واقع بالضبط، نصحوها باش تبعد من هذا الشيء وتسد موضوع هذه الملفات اللي لقات نهائيا. ساره هنا قبلات نصيحتهم، وفي نفس هذا التوقيت ومن نفس الجامعه تقدم واحد شاب محترم باش يخطب ساره، وهذا الخبر غادي ينتشر في الحرم الجامعي وكل شيء غادي يعرف. وحيد درغام كيف ما قلنا عنده نفوذ كبيره وعنده جواسيس كتار للاسف اللي وصلوا ليه ان ساره لقات اوراق وملفات خطيره اللي كيدينوه هو شخصيا بالفساد المالي والاداري. ولكن المشكله هي ردة فعله اللي كانت عاديه، لانه كان عارف مزيان انه غادي يسد الموضوع باي شكل من الاشكال وما عنده حتى شي مشكل في هذه الملفات. ولكن لما وصلاتو خبار الشاب اللي تقدم باش يخطب يد ساره هنا تعصب وانفعل بزاف، حيت عرف ان رفضها ليه دائما ما كانش بسبب الدراسه كيف ما كانت دائما كتقول وتحقيق الحلم ديالها، وانما كاينين اسباب اخرى وراء الرفض ديالها. هنا غادي يبدا درغام يخطط ويفكر في الحل. ساره كانت قريبه من واحد اختها، قريبه منها بزاف، اللي كانت كتعاود ليها كل شيء هادشي اللي كان واقع في حياتها. خلال هذه المده كامله كانت الاحداث غاديه بشكل عادي حتى وصل النهار اللي غادي يتبدل فيه كل شيء. في الصباح ومع 7 غادي تخرج ساره من دارهم هي وباباها وخوها. وصلت طبعا باباها للخدمه ديالو ووصلت كذلك خوها للمدرسه ديالو، ومن بعد مشات هي للجامعه. طبعا دوزات ساره نص نهارها عادي حتى وصل وقت الظهر وبالضبط على الساعه 12:05 يعني 12:05. اخت ساره غادا تجيها رساله نصيه على هاتفها من اختها ساره مضمونها انه واحد الزميل ديالها في الجامعه وذكرت ليها سميتو كيهددها بالقتل لانه متورط من ضمن الاشخاص الاخرين في قضيه الفساد اللي
سبق لنا وذكرنا المالي والإداري. ومن بعد دقائق معدودة اختها تاني تصدم برسالة نصية أخرى من اختها سارة، واللي كتقول لها فيها إنه الدكتور درغام الله يكثر خيره سلفها شي فلوس باش تسافر وتهرب من هاد الأزمة ديال التهديد. وقالت لها عافاك قولي بابا يرجع للدكتور فلوسه ويشكره حيت وقف معانا. ومن بعد شي نص ساعة عاود توصل تاني رسالة نصية ثالثة من سارة للأخت ديالها، واللي كتقول فيها انها غادية تسافر لبغداد وغادية تزوج بشي شاب غني ومرتاح ماديا، وانها غادية تكون بخير وما بغات حتى شي واحد يتقلق او يتخلع عليها. ومن بعد منين تستقر تما غادية تتصل بهم وغادية تعطيهم العنوان ديالها. ومن بعد هاد الرسائل بثلاثة هاتف سارة كيطفى نهائيا. هنا اخت سارة شكات ومشات كتجري عند الاب ديالها ووراتو الميساجات اللي توصلات بهم من اختها سارة. الاب تخلع على بنته وما فهم والو من هاد الميساجات، وبقى كيحاول يتصل ببنته سارة لكن الهاتف مغلق تماما. من بعد قرروا انهم يمشيو للجامعة باش يشوفوا شنو اللي كاين. فلما وصلوا اكتشفوا ان سارة اصلا ما مشاتش للجامعة داك النهار نهائيا. سارة اختفت وما بانش ليها الاثار. هنا اهل سارة قرروا يمشيو مباشرة عند رجال الامن باش يبلغوا باختفاء بنتهم ويوريوهم هذوك المساجات ثلاثة اللي ترسلوا من هاتف سارة لختها. رجال الامن هنا تحركوا بسرعة وبداو البحث ديالهم، وحتى اهل سارة والقبيله ديالها ما بقاوش جالسين ومكتوفين الايدي، ولكن خرجوا حتى هما كيقلبوا عليها بدورهم. وفي العشيه ومع ديك الخمسة هضروا رجال الامن مع اهل سارة وبلغوهم انهم لقاو سياره بنتهم واقفه في بلاصه بعيده تماما على الجامعه ولا حتى على فين كتسكن سارة. ومنين حلوا السياره ديالها لقاوها خاويه، ما فيها لا هاتف ولا لابتوب ديال سارة. واش سارة بصح سافرات لبغداد كيف ما قالت لختها في الميساجات ولا شنو؟ في الوقت اللي رجال الامن كيقلبوا على سارة جا واحد البلاغ من قوات حرس الحدود اللي كتفصل ما بين العراق وايران. جا في البلاغ انه واحد الكاميرا ديال المراقبه تما صورات شي راجل ومعاه واحد المراه نزلوا من الطوموبيل وبقاو واقفين كيهضروا في ديك الصحراء والبلاصه خاويه غير الخلا والقفار. فمن خلال داك الفيديو كيبان انهم كانوا كيهضروا عادي، ومن بعد الراجل كيمشي يحل البوتس اولا الكوفر ديال السياره ديالو وكيجبد سلاح ناري وكيقرب من البنت ويكمل معاها هضرته، وفي اقل من دقيقه كيضربها بالسلاح بكل هدوء، كيخليها طايحه في الارض وسايحه في دمها وكيمشي في حاله. قوات حرس الحدود تحركات بسرعه خياليه، ولكن منين وصلوا تما لقاو الراجل هرب وجثه السيده مرميه في الارض ولقاو راسها شبه متهشمه. ومن قلبوها للاسف ما لقاوش معاها حتى وثيقه اللي تثبت الهويه ديالها، وحتى الفيديو ما كانش مبينهم مزيان. المهم رجال الامن تحركوا وشافوا ان البلاغ اللي وصلهم من قوات الحرس جاء في نفس توقيت اختفاء الدكتوره سارة. ومنين طابقوا شكل الجثه شافوا انها كتشبه سارة العبوده. فهنا تحركوا لمسرح الجريمه باش يعاينوا الجثه، وفعلا اكتشفوا انها جثه سارة العبوده. حتى هنا عائله سارة باقي ما عارفين والو على التطورات الجديده وكيسحب لهم بنتهم غير مختفيه. تم استدعاء لجنه تقنيه لمراجعه الفيديو وتحديد الشخص اللي قام بهذا الفعل الشنيع، وفعلا تعرفوا عليه واكدوا انه هو الدكتور درغام. هنا تحركت قوه امنيه بسرعه وتمات القبض عليه. فرجال الامن بلغوا اهل الضحيه ان بنتهم تقتلت، ولكن ما قالوش لهم شكون اللي صفاها ليها. المشكله الكبيره هنا هو ان الدكتور درغام عنده نفوذ سياسي قوي
وعنده لجان إلكترونية اللي قادرة تتحكم في الرأي العام بشكل كبير. والأهم من هذا الشيء كله أن خته هي مرات محافظ البصرة كما ذكرنا قبل. وفي النهار التالي اللي غادي تتعرف عائلة سارة شكون اللي تخلص من بنتهم، الشيء اللي خلاهم مصدومين وما فاهمينش علاش دكتور كبير في الجامعة غادي يتخلص من بنتهم بهذه الطريقة وفي ديك البلاصة البعيدة اللي في الصحراء. فشنو اللي واقع؟ والغريب في الأمر أن جامعة البصرة ما خرجاتش بنعي للدكتورة سارة، بحال كان مطلوب منهم يديروا تعتيم كامل إعلامي على القضية. طبعا أهل سارة كانوا خايفين من هذا الشيء يوقع بصح، وتحديدا أنهم عارفين الدكتور درغام كيف ما ذكرنا أنه واصل سياسيا. والمفاجآت اللي بانت خلات الجميع يتأكد أنها جريمة سياسية ومستحيل تكون بشي دافع آخر. أولا القرطاسة اللي تم استخدامها من نوع محرم دوليا وسميتها خارق حارق، يعني كتدخل الجسم وكتنفجر فيه في الداخل، الشيء اللي كيخلي القاتل متأكد مليار في المية أن الضحية غادية توفى في الحين وبقرطاسة وحدة. ثانيا استدراج الدكتورة سارة لهذه البلاصة البعيدة والخارجة على المدينة، يعني الدكتور درغام هنا كان متأكد أنه مستحيل شي واحد يكتشف أو لا يشوف شنو اللي وقع، وما كانش عارف أن الكاميرات اللي على الحدود قادرة تلتقط فيديوهات وخا من مسافات بعيدة بزاف. الدكتور درغام كان متأكد أن الجثة كانت غادية تبقى مرمية تما وحتى واحد ما يقدر يوصل ليها. وفي الأخير شنو اللي غادي يوقع؟ غادي يتحلل أو لا ياكلها شي حيوان مفترس تما وصافي. فواضح أن السيد متمرس مزيان ومولف بهذا الشيء. ولكن الخطير في هذا الشيء كله أنهم لقاو الهاتف المحمول ديال الدكتورة سارة عند الدكتور درغام، ولكن كانوا المعلومات والرسائل والمكالمات الهاتفية كلها ممسوحة تماما من الريبرتوار. أما اللابتوب ديالها فما لقاوش نهائيا. اللابتوب اللي كان فيه طبعا الملفات وأوراق الفساد المالي والإداري اللي كانت سارة العبودة لقاتهم في الأرشيف. وهنا غادية تبدا تحقيقات اللي كانت تحت الضغط الكبير من الرأي العام في الشارع العراقي، وفي نفس الوقت تبان إشاعات كثيرة وصعيبة بزاف باش من طبع تأثر على توجه الرأي العام. الإشاعة الأولى كتقول أن الدكتور درغام والدكتورة سارة كانوا مزوجين في السر وحتى شي واحد ما عارف، وأنها كانت حاملة منه وبدات كتطلب منه بإلحاح أنه يعلن زواجهم. ومن بعد ما بدات كتهدده كل مرة قرر يديها لديك البلاصة الخالية ويتخلص منها نهائيا ويتهنى من تهديداتها. ولكن طبعا الجميع نكر هذه الإشاعة لأن سمعة الدكتورة سارة كانت مزيانة ومعروفة بأنها بنت جد محترمة. عاد زيد أن التحريات والتقارير الطبية نفات هذا الشيء علميا. أما الإشاعة الثانية اللي بدات كتبان هي أن الدكتور درغام عنده مرض نفسي، الشيء اللي كيتعارض مع الخدمة ديالو كأستاذ جامعي، وكان كيقوم كيف ما عرفنا بمهامه الوظيفية وكيدرس في الجامعة حتى لآخر نهار اللي هو قبل مقتل الدكتورة سارة، يعني مستحيل. وداك الشيء علاش حتى هذه الإشاعة ما صدقها حتى واحد. تحقيقات من بعد بينات بأن درغام ما ساهلش. فشنو اللي وقع؟ درغام قتل سارة مع 11 و 19 دقيقة بالضبط، ومن بعد دقائق ومع 12 و 5 دقائق رسل دوك الميساجات للأخت ديالها من هاتف سارة، وكان الهدف ديالو أنه يشتت الأمن ويشتت أهل الدكتورة سارة. ومن بعد هذه الجريمة النكراء اللي دار بداو الناس كيربطوا ما بين هذه الجريمة ديال سارة وجرائم أخرى وقعات لطالبات أخريات في نفس الجامعة، جامعة البصرة، كانوا اختفوا نهائيا وما بانش ليهم حتى أثر. والطامة الكبرى أن هذه الجرائم كاملة تسجلت ضد مجهول، وهذه المجهودات كاملة اللي دارت باش تغير الرأي العام وتأثر عليه فشلات تماما. والناس بزاف بداو كيهضروا على قضايا الفساد سواء ديال الدكتور درغام او لا حتى اختو، وهذا الشيء علاش تم التحقيق مع درغام وقال داك الشيء اللي وقع بالضبط، وانه كان كيبغي ساره العبوده ومعجب بها بزاف، وبانه منين عرف
انه كاين واحد الشاب تقدم باش يخطبها، ومن من المحتمل انها توافق عليه، تعصب وانفعل وغضب. كيفاش ترفضو هو وتقبل بهذا الشاب؟ ومن ديك الساعه قرر ينتقم منها وتسناها في الصباح، وقبل ما تمشي للجامعه اتصل بها وقال لها انه باغي يهضر معها في شي موضوع. وفعلا صراحه حطات سيارتها في موقف السيارات وركبات معاه. نادر غام داها لديك البلاصه الخاليه البعيده اللي على حدود العراق وايران، وبقى كيهضر معاها، كيحاول يقنعها ويتجادل معاها باش تزوج به. ولكن منين شافها مصرة على الرفض، جبد الفردي وضربها وماتت، الله يرحمها، ماتت في البلاصه. وللاسف ما طلعت حتى اخبار على ملفات الفساد اللي لقاتها ساره في داك الارشيف، ولا حتى على اللابتوب ديالها اللي اختفى تماما. ومن بعد مسألة تحقيقات تحكم على الدكتور ديرغام بالاعدام. وصراحه هذا الشيء كيعني انه حتى واحد ما فوق القانون، وان العدل ديال الله سبحانه وتعالى كبر من كل شيء. الله يرحم ساره والله يصبر اهلها. شكرا على المتابعه، وكانت هذه هي قضيتنا اليوم. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك والاشتراك، وحتى نشوفكم ان شاء الله في قضيه جديده. خليت لكم الراحه، في امان الله.